لتوضيح: كما ورد عند الهمداني لسان اليمن في التاريخ والأنساب، وتاريخ الهمداني هو الذي لم يتحرف ولم يضف إليه أي شيء. للنة مرجع المؤرخون وأكثر المؤرخون ينسخون منه. الهمداني يعد من أعظم المؤرخين والأنساب والجغرافي وحفظه لخط المسند. وكل شيء موجود في الإكليل أنساب اليمن وحمير، وله جزء خاص يفصل بين الأسماء المتشابهة واختلاف البنية وتكرار الأسماء، ووضح كل شيء في كتب الإكليل وصفة جزيرة العرب. وورد عند الهمداني بكيل حمير وباكيل همدان، وفصل بينهما، وحذر من خلط الأنساب، وقال: باكيل حمير غير باكيل همدان، وبكيل حمير هو من نسل شمر يهرعش، ومن مشجرة بيت آل الصورة من البيضاء اليمن، وردمان أيضا من نفس هذا النسب، وذي القفاء الذي طاهر وقيقان وسيف بن ذي يزن وذي معهر الأقرن وحسان الأضخم وأسعد تبع وذي القرنين هم أحفاد وبنا تبع الملك شمر يهرش وحصونهم وقلاعهم والبيضاء مسقط رأسهم وهم من مشجرة والأصورة بيت الهداهاد عرش سبأ والملكة بلقيس، والبيضاء هي حرم عرش الملكة بلقيس ملكة اليمن والمعروفة بعرشها العظيم والبيضاء معق ومقر حمير التبابعة. وأيضا ورد عند الهمداني: خولان مكرر ومتشابهة فيه الأسماء ومختلف في النسب، وهو خولان من رداع، وهو خولان بن يقدم حمير من بيت آل الصورة وشمر يهرعش، وهو يختلف عن خولان أدد كهلان، وخولان همدان، وخولان بلحاث. وأيضا أبين بن ذي يقدم من البيضاء رداع حمير من بيت آل الصورة من البيضاء، وهو غير أبين بن الهميسع الذي تسمت به محافظة أبين، وغير أبين همدان، ويريم وذي راعين البيضاء، يختلفان عن أكثر من 20 شخصا يحملون نفس الاسم، ولكل واحد له بنية وقبيلة وجد وأب لحاله. والملوك ردمان البيضاء، غير الأملوك يافع أو إلا ملوك أخرى، وكل واحد له جيل وزمان وجد وأب يختلف عن الآخر. ويضى ورد نسب يزن من البيضاء النعمان، وهو اللي يرجع إليه الملك سيف بن ذي يزن من رداع الشريه وقصره موجودة في حدقان ردع. وذي يزن النعمان حمير البيضاء اليمن، يختلف عن يزن أسلم ويزن زرعه ويزن يافع ويزن همدان، وكل واحد له جيل وقبيلة ونسب لحاله. راجع الإكليل والتاريخ تعرف أكثر. ويضى ورد أكثر من اسم لشمر، وكل اسم يختلف عن الثاني، ويختلف عن الملك شمر يهرعش من البيضاء أيا، ولا له صلة في شمر الأخرى. ويضا أزد حمير من البيضاء شمر يهرعش، غير أزد مفحج. وغمدان حميرال بيضاء غير غمدان مفحج وهمدان. وجشم بيت الهداهاد من الصرواح، يختلف عن شجم همدان. جرهم البيضاء حمير بون الصورة وشمر يهرعش، غير جرهم مفحج. وكل واحد له أب يختلف عن الثاني. راجع الأكيل وتعرف أكثر. ومشجرة آل الصورة من أبناء الهميسع بن حمير، وكل وحده له صلة ونسب يختلف. راجع الإكليل الجزء الثاني وكل الأجزاء. الإكليل مع مراجعة الموقع الجغرافي عند وصف الهمداني، ومع مراجعة بطون الأودية عند الهمداني ومجرى السيول والحصون والقصور وكيف تفصل بين الأماكن، وأسماء الأقيال والملوك والتبابعة، والأذوين الحميري ومقرها ومسقط رأسه، ومقر حكمهما. وكل شيء موجود في تاريخ الهمداني لسان اليمن في التاريخ والأنساب، وهو مرجع مهم جدا لكل الأجيال والأزمان. راجع تاريخه كاملا لفك خلط الأسماء والأنساب.
بخصوص ملوك وسلاطين آل طاهر. التاريخيون والحميريون من البيضاء نسل شمر يهرعش من بلاد القرن ومنار بلاد الطاهرية، قصور ذي القفاء وذي معهر وذي الأقرن وشحرار ووعلان. وذي القفاء آل ذي طاهر هو الجد الأكبر الذي كان بطلاً في عصور الأقيال الحميريين. النسب الصريح: الطاهريون ملوك وسلاطين اليمن. يؤكد الهمداني في الإكليل: مثبت عند الهمداني هم من الأقيال وحفاد التبابعة راس ذي القفاء الطاهر، وراس هو الجدال جامع الأكبر الذي تفرع منه النسل، أن بني طاهر في البيضاء ردمان مخلاف رداع، وردمان هم من شمر يهرعش ذي القفاء وذي معهر الأقرن. الأضخم حسان أسعد تبع، وبكيل حمير، وهم نسل بكيل بن عريب بن جيدان بن الغوث بن حمير ردمان للصورة، وهم يختلفون تماما في الجد والنسب عن بكيل همدان أهل الجوف وغيرها. مثبت في تاريخ الهمداني والحصون والجغرافيا. الحصون التي ذكرها الهمداني معاقل الأصلي لآل طاهر راس ذي القفاء حسين بن آل طاهر ذي القفاء هي موكل، هكر، وأفيق اليمانية، حدقان ردع البيضاء ردمان بلد قرن قرانه الطاهرية. هذه الحصون تقع في قلب البيضاء ورداعة ردمان، والطاهريت بلاد قرن قرانه. وقصور آل طاهر منها قصر علان وقصر قرن وقصر وشحرار وقصر ذي القفاء الذي قال عنه الهمداني في حدقان ردع وردمان وشعر حسان بن ثابت. هذا النص يحتوي على البيت الشعري لحسان بن ثابت، وهو البيت الذي يربط بين كل من أفيق: حدقان، اليرموك، الخمان، جاسم، طرفلان، وذي قفا وردمان وبلاد قرن قرانه الطاهرية. في البيضاء منطقة ردمان، والطاهر سك ردمان. النص الذي ورد في الإكليل: في موقع جغرافي حصون حدقان ردع في ردمان بلاد قرن الذي هي قرن قرانه الطاهرية. قال حسان بن ثابت: لمن الدار أقفرت بمعان، بين أعلى اليرموك فالخمان، فقف جاسم فدار خليد، فأفيق فجانبي طرفلان، وأرانا بالجزع جزع أفيق، يتمشى كمشية الناقانق، ويقع في بلاد قرن التي هي الطاهرية، وهي الموطن التاريخي لأملوك ردمان من حمير وذي القفا الطاهر ذي القفاء وذي معهر لأقرن حفيد شمر يهرعش الحميري، وليست من بلاد نهم أو شاكر الهمدانية أو غيرها. وحصون البيضاء وردمان وردع أيضا كثيرة، ومنها حصن ردمان وسحر في الأغوال ردمان، وحصن ذي خير في الملاجم، وحصن ذي حسل في السوادية، وحصن ذي يزن في الغنين، وحصن وعلان وقرن وشحرار وذي القفاء في بلاد الطاهرية، وحصن قيل وقمر في ردع، وحصن الهجير في الزاهر وذي ناعم وقلاع شمر يهرعش الشهيرات وحده في قلب البيضاء ووحدة في ردع. ويوجد الكثير من حصون التبابعة في البيضاء. الصلة بالتبابعة: يرتبط نسب آل طاهر ذي وذي معهر ولقرن وبكيل وردمان مباشرة بالملك شمر يهرعش ووالده ياسر يهنعم ملوك حمير، فهم التبابعة والأذواء وأقيال هذه الأرض منذ الجاهلية، وعصر شمر يهرعش وبلقيس ملكة اليمن. والبيضاء هي حرم عرش بلقيس ملكة اليمن، وسيادتهم في الصرواح ورداع امتداد لملك أجدادهم التبابعة، ولهم ورث ربع عرش بلقيس، وهذا ثابت في التاريخ والتراث وخط المسند اليمني. سبب اللبس: وقع البعض في الخطأ بسبب تشابه اسم بكيل حمير مع بكيل همدان، وبسبب تحالفات قبلية قديمة، لكن المراجع التاريخية الموثوقة تفصل بينهما بوضوح. بكيل همدان جشم همدان الجوف وصنعاء، وجشم بيت الصرواح. والتبابعة: بكيل حمير البيضاء ورداع وردمان. آل طاهر جيدانية ردمانية يهرعشية جريدانية طاهرية قرن المنار وراس ذي القفاء.
نسبة إلى تبع ملك ريدان وسبأ أو يمنة الملك شامر يهرعش. وهذا مثبت في تاريخ لسان اليمن الكبير للهمداني. رداع والبيضاء. ردمان بلاد القرن والمنار بلاد الطاهرية. الخلاصة: آل طاهر هم سلاطين اليمن ومن صلب حمير شمر يهرعش ذي القفاء آل ذي طاهر ذي معهر الأقرن الأضخم حفيد شمر يهرعش ملك سبأ وريدان وردمان. والمنطقة هي موطنهم في الطاهرية، مسقط رؤوسهم ورؤوس أجدادهم. وتاريخهم في البيضاء رداع وردمان وبلاد القرن قران الطهر بلاد قرن والمنار مثبت في التاريخ والحصون والتراث والخط المسدل حمحير أصلهم الضارب في جذور التبابعة. وكل من يرجع إليهم فهو من هذه القبيلة التاريخية الملكية الوارثة ربع عرش سبأ وبلقيس، وهم من الأقيال الحميريين. موطنهم البيضاء، منطقة ردمان والطاهرية، من جغرافي ردمان والطاهر سكرادمان. راجع التاريخ الرسمي الصحيح أو ثيقو. المصادر: راجع التاريخ الصحيح. لن تشابه الأسماء لا يصنع نسباً، والخلط بين الأسماء لا يصنع تاريخاً، وفي شيء اسمه نة التاريخ لا يرحم.